السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة ميروفون للاعمال الفنية. اهلا بيكم في الجزء الاخير من الفيديوهات بتاعة العيد بتاعة السنة دي. الفيديو ده عبارة عن فيديوهين مش فيديو واحد. اول فيديو معانا اللي هو البرويز اللي انا هعمله معاكم دلوقتي. تاني فيديو معانا تابعوا لاخر الفيديو عشان تعرفوا تاني فيديو عبارة عن ايه. اول حاجة بسم الله هنجيب كرتونة معانا، ظهرها ابيض او ورق كانسون يبقى ابيض، والكرتونة التانية هنجيبها كرتونة عادية، الكرتون اللي هو العريض ده التخين شوية. اول حاجة بقى هنبتدي ان احنا نجيب الصورة بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها، وهنجيب الصورة دي انا طبعتها في اي حد عنده سايبر او اي حد عنده مطبعة. هبتدي بقى ان انا احط الصورة دي زي هعملها زي برواز، هحدد برواز في النص بالصورة. هبتدي بقى ان انا اخد 2 سنتي بعيد عن الصورة نفسها، وهنحدد البرواز بتاعنا بالشكل ده. وبعد كده هبتدي بقى ان انا اجيب الصورة اللي انا رسمتها، اللي انا اسفة ان انا طبعتها معاكم، هحطها على الحرف الاخير من الصورة. وهبتدي بقى ان انا ارسم البرواز بتاع الصورة نفسه، هحدده كده وهبتدي ان انا ارسمه. زي ما احنا شايفين انا واخدة هنا 2 سنتي بعيد عن الصورة. بعد كده بقى هحط الصورة بتاعتي وهبتدي ان انا اعمل خط عليها بس بعيد عن البرواز اللي في الصورة. وبعد كده بقى هبتدي ان انا اقص الكرتون بتاعي ده، هقصه كويس، هقص البرواز بتاعي بقى كده المقاسات بتاعتي تبقى مظبوطة. ناخد بالنا من ان الخطين اللي انا عملتهم بعيد عن البرواز اللي في النص. هقول لكم برضو دلوقتي ليه انا عملت البرواز ده بعيد عن النص. هجيب بقى الفوم الابيض او الكرتون الابيض اللي انا هغلف بيه ظهر البرواز بتاعي. هبتدي ان انا احطه كده وابتدي ان انا اقصه. هبتدي بقى ان انا اقص الكرتون بتاعي بالظبط عليها. وهبتدي بقى ان انا اجيب اي نوع صمغ عندي او اي او انا هنا هستعمل الغيرة، وهبتدي ان انا احط كمية غيرة كويسة في ظهر الكرتونة. وهبتدي ان انا ارزق بقى الكرتونة اللي انا قصيتها دي اللي هي الكرتونة البيضة عشان انا مش عايزة الكرتونة دي تبين. ابتدي بقى ان انا ارزق الكرتونة خفيفة شوية دي على الكرتونة في ظهر البرواز من ورا. بعد كده بقى لو في اي زيادة هبتدي ان انا اشيلها بالمقص معاكم. طريقته سهلة جدا، بسيطة قوي ومش مكلفة. هشيل بقى الزيادات بالشكل ده. طبعا احنا نقدر ان احنا نطبع اي صورة احنا حابينها تكون بالطول، قصدي تكون هي بالعرض بالشكل ده. بعد كده بقى هبتدي ان انا الزق الصورة دي في البرواز من تحت. بصوا بقى الحتت اللي انا الخطين اللي انا عملتهم، هو ده البرواز اللي هو الصغير ده، الحتة الصغيرة دي هي اللي هحط فيها الصمغ بس. مش هيجي جنب البرواز اللي هو بتاع الصورة. هتقولوا لي ليه انا ما لزقتش الصورة على طول في اخر البرواز، وليه دخلت الصورة شوية كده؟ عشان انا مش هلزق الصورة ولا هعمل فيها اي حاجة. لو احنا حابين ان احنا نبدل الصورة دي او نغيرها بعد كده، هنبتدي ان احنا نغيرها بكل سهولة ومش هتكون لازقة ولا هيكون فيها اي مشاكل اللي احنا نقدر نشيلها. بصوا بقى انا عملت جريب هنا للصورة. هو مش هيبقى واضح الفكرة بتاعته دلوقتي. لما هاجي احط الصورة معاكم دلوقتي هوريكم الفكرة بتاعتها عاملة ازاي. هنسيبها بقى ايه تنشف شوية، وبعد كده لو في اي زيادات هنبتدي ان احنا نقصها. اهم حاجة ان ايه إن في الموضوع ان الصورة دي تلزق كويس وتنشف كويس معانا. بعد كده بقى هجيب فوم عندي حسب الصورة، صورة ولد او بنت. انا هنا احط صورة ولد، فحابة ان انا استعمل اللون الاخضر ده. ممكن نستعمل اللون الازرق، بس بما ان انا حاطه بقى خروف وكده فانا حبيت ان انا استعمل اللون الاخضر. بيبقى شكله حلو جدا في الموضوع، رايق جدا على الخرفان اللي انا حطاها وكده. هبتدي بقى ان انا اقيس 2 سنتي في الجنب بتاعي، وهبتدي ان انا احطه كده في الجنب اللي فوق. بصوا بقى انا هوريكم هنا بعد ما اقص 2 سنتي التانيين دول على قد الحرف اليمين وعلى قد الحرف الشمال،
هقصهم، وقبل ما الزقهم هوريكم فكرة الصورة. اهو بصوا انا دخلتها بكل سهولة في الجراب، ولو في اي حاجة زيادة فوق بقص الحروف بتاعتها بسويها بحيث ان هي تبقى على قدها بالظبط. بصوا بقى الفكرة. عشان كده انا لما جيت حطيت الصمغ في البرواز اللي بره في الناحية اللي هي 2 سنتي دي. لما جيت لزقت الصورة اللي تحت لزقتها في الاتنين سنتي. وبعد كده برضو البرواز بتاعنا من جوه اللي هي على قد الصورة دي انا هدخلها في الصورة جوه. طبعا انا مش ملزقاها ففي فراغ، فالصورة معانا هتخش بطريقة سهلة. اهو بصوا اهي دخلتها تاني. سهلة جدا وبسيطة قوي ومفيهوش اي مشكلة ومفيهوش اي حاجة. بعد كده بقى هنبتدي، ده كده البروز بتاعنا خلاص. هنبتدي بقى ان احنا نظبط بقى البروز بتاعنا كده ونخليه شكله حلو. عندي هنا مقص مشرشر، هبتدي بقى ان انا اقص منه حتت مشرشره كده واحطها على الحرف. اللي حابب يعمل الخطوه دي حابب يعملها، اللي حابب يزوق باي طريقه تانية برضو مفيش مشاكل. التزويق ده بيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب ذوق كل واحد. دي فكرة البرواز كانت سهلة جدا معانا. الخطوة الجاية الزواق بتاع البرواز ده بيبقى زي ما احنا شايفين كده حاجات بسيطة جدا. كله برضو من فوم. انا قصيت كده وعملت بيه شكل مشرشر بسيط. هبتدي بقى ان انا احطه برضو ايه على الحروف اللي فوق دي واقصها كده. شكله بقى حلو قوي، ولما بيتحط بقى فيه الصورة ولسه كمان هعمله سندات ورا علشان البرواز يبقى برواز بقى كامل. مش مكلف خالص وسهل جدا. بعد كده بقى هبتدي ان انا عايزة اداري الحروف بتاعة البرواز من الجناب بتاعته. هوريها لكم دلوقتي. هبتدي ان انا اقطع كده شرايط رفيعة بالفوم. الحتت دي بقى لازم نداريها. هنبتدي ان احنا نقطع كده حوالي نص سنتي، وبمسدس الشمع بيكون سخن معانا. هبتدي ان انا الزق الفوم بقى كده داير ما يدور على حروف البرواز كلها، بحيث ان مفيش اي حاجة من الكرتون اللي احنا عملناه تبان في البرواز. زي ما قلتلكوا طريقته سهلة جدا، شكله حلو قوي وفكرة جديدة وشكله لذيذ جدا. وممكن نعمله الفكرة دي بأي شكل تاني، يعني مش شرط ان هي تبقى فكرة خروف. بصراحة حبيت ان انا اعمل لكم فكرة الخروف عشان العيد. مفرحة جدا للأطفال، ولما برواز شكله هدية هتبقى شكلها حلو قوي. هنا بقى حبيت ان انا ازود اكسسوارات فضي كده عشان تديله شكل بيلمع شوية. الاكسسوارات دي بتتجاب من محلات الكلف اللي انا شغالة بيها في الفيديوهات بتاعتي. هبتدي بقى ان انا اقطع شرايط منها كده، وهبتدي ان انا احط على الحروف بتاعته بالشكل ده. وهحط كمان في الحرف اللي فوق، الحتة الصغيرة اللي فوق هكملها لغاية فوق. بصوا بقى شكله اختلف تماما. كل ما هتزودي له اكسسوارات رقيقة وبسيطة كل ما هيبقى اهدى واحلى. ما تزوديش اكسسوارات كتير لان ده برواز اطفال. بصوا شكله بقى جميل جدا. هبتدي بقى ان انا احط الصورة اهي. ده شكله. يا رب الفكرة تكون عجبتكم. بعد كده بقى هبتدي ان انا اجيب الغيرة بتاعي، هديله طبقة خفيفة قوي فوق هخففه بس بنقطة مية. وهدي بقى رسمة الخروف دي طبقة خفيفة جدا من الغيرة علشان ما تتبهدلش معايا او تتقطع معايا. بصوا طبقة خفيفة قوي قوي فوقيها. همشي الفرشة في اتجاه واحد. بعد كده بقى هسيب اللي انا عملته ده ينشف شوية، ولما ينشف هنبتدي ان احنا نشتغل في الظهر بتاعه. هنعمل السنادة بتاعته من ورا. اول حاجة هنجيب كرتونة طويلة بالشكل ده. هنبتدي ان احنا نعملها على شكل مثلث، وهنبتدي ان احنا نلزق الحروف بتاعة المثلث دي في بعض. عايزة الناحية بتاعة المثلث، القاعدة بتاعة المثلث دي بتبقى حوالي 3 سنتي او 4 سنتي.
والمثلث نفسه ممكن يكون ارتفاعه 7 سنتي او 6 سنتي. بعد كده بقى هلزقه من ناحية واحدة بالظبط على الحرف بالشكل ده. بصوا بقى البرواز بتاعنا وقف ازاي بكل سهولة، وبقى سهل جدا، وبقى شكله شيك جدا وجميل قوي. طبعا انا مش هسيب دي كرتونة، هبتدي بقى ان انا اجيب كرتونة بقى عندي ورق خفيف ملون لونه اخضر، او على حسب طبعا البرواز اللي احنا هنعملوه. هلزقه بقى هنا بالكل عندي عشان يبقى جامد شوية، او ممكن تلزقيه بالغيرة او باي صمغة عندك، مفيش اي مشكلة. فكرته سهلة جدا زي ما قلنا. وتابعوا معايا اخر الفيديو ده، في مفاجأة انا عاملاها لكم. هنبتدي بقى ان احنا نضغط على الحروف بتاعته كده ونلزقها، وبكده نكون احنا خلصنا البرواز بتاعنا. وفكرته سهلة جدا وحلوة قوي، ونقدر ان احنا نعمله بكذا لون وبكذا شكل. المفاجأة بتاعتنا النهاردة زي ما قلت لكم في اول فيديو، ده بوكس العيد. البوكس ده طريقته سهلة جدا، انا عملت طريقته قبل كده. كان ده كنت عاملاه بوكس رمضان، بس غيرت الكلمة بتاعت رمضان وكتبت عيد مبارك. هتلاقوا كل الطرق دي موجودة، هسيب لكم اللينك بتاعها. هبتدي بقى ان انا اجمع فيه البوكس بتاعي، هبتدي ان انا اجمع فيه بقى الحاجات بتاعة العيد اللي انا عملتها معاكم عشان اوريها لكم في اخر الفيديو. وفي افكار برضو في البوكس، هسيب لكم برضو اللينكات بتاعتها. انا هنا حطيت بقى خروف، ودي بقى كانت عندي بقى ميداليات، برضو ميدالية شكل خروف. هبتدي بقى ان انا اجمع الحاجات اللي لونها بينك بقى، والحاجات بتاعة البنات على حسب البوكس بتاعي انا هعمله البنت ولا الولد. هنا دي بقى برضو صورة البرواز اللي احنا لسه عاملينها النهاردة معاكم. ودي الفكرة اللي انا عملتها معاكم برضو في الفيديوهات قبل كده بعلبة الزبادي. هتلاقي الفيديوهات دي برضو على القناة بتاعتي، اللي حابب يشوف الحاجة دي اتعملت ازاي. ودي برضو كانت حامل للسماعة او حامل للشواحن، هتلاقوا برضو الفكرة بتاعته موجودة في الفيديوهات اللي فاتت. ودي برضو علبة الزبادي دي كنت عاملاها في الفيديو بتاع العيد اللي فات، هتلاقوه برضو لسه موجود على القناة. اشكالهم حلوة جدا والوانهم تحفة. نقدر ان احنا نجمع في البوكس ده الحاجات اللي احنا عايزينها كلها، وبيبقى شكله حلو جدا وبيبقى شكله جميل قوي. برضو البوكس ده بتاع العيدية، بتحطي فيه فلوس العيدية، ممكن تحطي فيه شوكولات وحاجات، هتلاقوه برضو على القناة. البوكس الجاي ده انا عملت الفكرة بتاعته بالالوان دي، وحطيت عليها رسمة الخروف. هتلاقوا فكرة البوكس ده ده بيتفتح. بصوا فكرته انا كنت عاملاه في العيد اللي فات، بس كنت عاملاه جوه كارت. انا شلته منفصل، عملته لوحده منفصل وحطيت عليه رسمة الخروف. هسيب لكم برضو اللينك بتاعه، اللي حابب يشوف الكارت ده اتعمل ازاي. برضو شكله تحفة جدا، والوانه جميلة قوي قوي، ويمشي للبنات قوي، للكبار والصغيرين تحط فيه العادية بيبقى شكله تحفة. وكمان كنت عاملة معاكو الميدالية دي. الميدالية دي بيبقى فيها الصورة، وممكن تعمليها ميدالية من غير صورة برضو، عاملاها معاكو هتلاقوها على القناة بتاعتي. يا رب الافكار دي كلها تكون عجبتكم، والبوكس ده نقدر نحط فيه اي حاجة احنا عايزينها، وتجمعي فيه الحاجات اللي انتي عملتيها وتقدميها هدية، بتبقى شكلها حلو جدا. واشوفكم ان شاء الله العيد الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.